السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا كنت طالع عملت فيديو قبل ماتش وقبل لقاء الأهلي والزمالك، وقلت لكم وتوقعت المباراة صح يا جماعة. اللي شاهد الفيديو بتاعي قبل اللقاء يكتب لي كومنت ويكتب حصل يا كوتش. تمام. وقلت 2-0. وقلت كمان على الناس على اللعيبة اللي هتحرز الأهداف، قلت إمام عاشور وقلت حسين الشحات. امام عاشور سجل هدف، وطبعا قفشه سجل هدف، وحسين الشحات ما سجلش. تمام. طبعا وامام عاشور اخذ احسن لاعب في المباراه. طبعا المباراه طول ال 90 دقيقه كانت سجال ما بين الفريقين في نص الملعب. طبعا المباراه ما كانتش مثيره قوي، يعني كانت المباراه كان كل فريق كان خايف ان هو يخسر طبعا. فكان الفرقتين كانوا عاملين حساب بعض. الفرقتين ما كانش فيه هجمات مرتدة هنا ولا هنا، باستثناء كورتين اتنين بس، واحدة لزيزو وشوبير صدها، والتانية للسولية وطلعت بره. بخلاف كده الماتش كله كان في نص الملعب. طبعا مبروك للنادي الاهلي. طبعا يا جماعه كنت قلت لكم قبل اللقاء ده، كنت قلت لكم قبل اللقاء مباشره، كنت عامل فيديو وقلت لكم اللي هيتوقع المباراه صح يكتب في الكومنت يتوقع المباراه صح. هاخد التعليق بتاعه سكرين واطلع اعرضه على الشاشه. بس للاسف يا جماعه محدش كتب تعليق ومحدش عمل اي حاجه خالص، يعني انا مش عارف. محدش كتب حاجه خالص. انا بتمنى يا جماعه يا ريت اللي بيشوفني يكتب لي تعليق عشان خاطر اخد التعليق بتاعه واعمله سكرين على الفيديو اللي بعده. طبعا مبروك للنادي الاهلي، وامام عاشور خد طبعا احسن لاعب في المباراه. والفرقتين طبعا محترمين جد بعض جدا. الاهلي محترم الزمالك والزمالك محترم الاهلي طول 90 دقيقه. فرقه اللعيبه عندها روح رياضيه عاليه، وده طبعا انا كنت بتمناه. هما بيلعبوا خارج مصر في السعوديه، فطبعا يهمنا الروح الرياضيه عشان خاطر شكلنا قدام الشعب السعودي، طبعا لان هم كلهم اصلا بيتفرجوا على اللقاء. طبعا مبروك للنادي الاهلي. وطبعا تركي آل الشيخ طبعا واعتبر هو اللي صارف على البطوله ديت. طبعا المفروض يكون محايد، بس هو طبعا الراجل اهلاوي طبعا. مهما يكون محايد، هو طبعا بيبقى اهلاوي، فبالغصب عنه بيطلع يشجع الفريق اللي هو بيشجعه. طبعا مبروك للنادي الاهلي، وانا بشجع الزمالك على الروح الرياضيه ديت. الزمالك فريق كبير يا جماعه، ما حدش قلل منه خالص. الزمالك فريق كبير لحد ما الاهلي جاب الجون. ما كانش حد يتوقع خالص ان الاهلي يكسب ولا الزمالك يكسب. ماتش كان رايح جاي طول اللقاء في وسط الملعب. الزمالك طبعا فريق كبير طبعا، وفي اخر اللقاء اللعيبه بتسلم على بعض والمدربين، وروح رياضيه عاليه جدا. ده يا جماعه ده هدف يا جماعه من القناه بتاعتي، مش ان انا والله طالع اعمل فيديوهات وناس تشاهدني وخلاص. لا يا جماعه، انا طالع يا جماعه اتكلم كمان للتعصب بين الجماهير الاهلي والزمالك. يا جماعه احنا اخوات في الاول وفي الاخر، ممكن نبقى عيله، اسره مع بعض في نفس البيت، منقسمين لجزئين، نص اهلاوي ونص زملكاوي. احنا كلنا اخوات وبناكل عيش وملح مع بعض. فبالتالي مفيش تعصب خالص، واللعيبه كلها بتسلم على بعض، مفيش اي حاجه. مبروك للنادي الاهلي وهارد لك لنادي الزمالك، نادي كبير طبعا. وطبعا بطولة منظمة بشكل جيد جدا جدا، تصوير كويس. الجماهير كانت في المدرجات، بصراحة حاجة تفرح جدا. محدش طلع محدش طلع مثلا وقال كلمة وحشة أو قال لفظ وحش في المدرجات. الجماهير بصراحة كانت بتشجع بطريقة كويسة جدا. وإمام عاشور بصراحة رجل مباراة ويستحق هذا يا جماعة. راجل طبعا جاب جون وكان مموت نفسه في الماتش بصراحة. وبكده يا جماعة أكون وصلت معاكم لنهاية حلقة النهاردة. بتمنى منكم يا جماعة، إحنا يا جماعة مش عارف كسلانين ليه في حتة الاشتراك في القناة دي يا جماعة. عايزين نشد إحنا شوية، مفيش حد مشترك خالص يا جماعة. يعني معقولة مفيش حد بيشاهد الفيديو؟ أي حد يشاهد الفيديو يا جماعة من إخواتي الأهلاوية، اخواتي الاهلاويه بالذات يا جماعه، يعني اعملوا لي اشتراك في القناه، يعني دعم لاخوكم. يعني ما كنتش انتوا تعملوا لي اشتراك، امال مين اللي هيعمل لي اشتراك؟ يعني اكيد كاخ واحد زملكاوي مثلا هيتفرج عليا وكل حاجه، يعرف ان انا مش متعصب. بس اكيد يعني انت كراجل اهلاوي هتحبني اكتر منه، يعني ده الطبيعي. يعني انا بقول لك كلام يعني في المعقول. انا مستني الدعم بالذات من اخواتي
نشد حيلنا شوية بقى، نشد حيلنا شوية يا جماعة في الاشتراك في القناة. طبعا عايز أوصل لألف مشترك يا جماعة، عايز أوصل لألف مشترك يا جماعة. مستني الدعم من إخواتي الأهلاوية، وطبعا ادعمني بلايك عشان خاطر اللايك هو ده السبب اللي هيخلي القناة بتاعتي توصل لكل الناس، وكل الناس توصل، كل الناس تتفرج على الفيديو بتاعي ويعملوا اشتراك في القناة. طبعا لما الفيديو يوصل لهم أكيد هيتفرجوا عليه ويعملوا اشتراك، لو الفيديو ما وصلش أكيد محدش هيتفرج عليه. فانا مستني يا جماعه الدعم من اخواتي الاهلاويه ان هم يعملوا لي اشتراك في القناه واللايك. ويا ريت يعني لو انت مثلا عملت لي اشتراك في القناه يا ريت تشير الفيديو بينك وبين اصحابك على الفيس او على اي حاجه، عشان خاطر انا عايز اوصل يا جماعه 1000 مشترك باي طريقه. واللايك طبعا ده شيء اساسي عشان خاطر الفيديو يوصل لكل الناس. والسلام ختام.